مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ورياضه اونلاين ومتابعه لمختلف اللعبات الرياضيه زي ما معودين حضراتكم معانا. النهارده هيكون لنا فقره خاصه عن رياضه الكروكيه في المقعد الفني. هيشرفنا الاستاذ امير رمسيس نجيب رئيس الاتحاد الدولي والمصري للكروكيه، وايضا هيشرفنا كابتن سهى مصطفى بطله العالم للكروكيه، وكابتن خالد يونس المدير الفني لمنتخب مصر للكروكيه. هنستفيض معهم في الحوار في كل ما يخص هذه الرياضة، بطولة العالم اللي شاركوا فيها مؤخرا والإنجاز اللي حققته مصر، في موضوعات كتير أكيد هنطرحها مع ضيوفنا الكرام. بالإضافة إلى البروفايل النهاردة تاني معانا فريدة عثمان، بس النهاردة فريدة عثمان متألقة في بطولة الجائزة الكبرى اللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حققت وتحقق كمان لسه إنجازات فيها. كل التحية ليك يا فريدة، هنتابعك النهاردة في البروفايل وأكيد هنتابع أخبارك في هذه البطولة. لكن اسمحوا لنا قبل ما نستفيض في الكلام مع حضراتكم في مختلف الموضوعات فاصل ونتواصل معكم سريعا. نبدأ مع حضراتكم العناوين الإخبارية اللي معانا النهاردة. وأول عنوان: فريدة عثمان إلى نهائي الجائزة الكبرى للسباحة في الولايات المتحدة الأمريكية. فوز الأهلي والزمالك بدوري سوبر السلة. فوز الأهلي والزمالك في ثاني جولات الدور الثاني بنهائيات دوري الطائرة. محمد عبد الموجود يحرز فضية جران بري للجودو بمراكش. الريشة الطائرة بتشارك في بطولة إفريقيا في نيجيريا أبريل المقبل. فينوس ويليامز تتغلب على بيترا كيفيتوفا في بطولة BNB المفتوحة للتنس. مونفيس يتأهل للدور الثالث في بطولة BNB المفتوحة للتنس أيضا. من العناوين مشاهدينا الكرام نبدأ مع حضراتكم أول أخبار اللي معانا النهاردة، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الرياضة المصرية وبالتحديد السباحة. سمكة مصر الذهبية فريدة عثمان إلى نهائي الجائزة الكبرى للسباحة في الولايات المتحدة الأمريكية. بلغت السباحة المصرية فريدة عثمان نهائي 57 متر أمس. إضاف إلى فريدة وإلى كل الرياضة المصرية. مبروك فريدة، مزيد من التفوق بإذن الله في هذه البطولة والبطولات القادمة. نروح مع حضراتكم إلى خبر آخر. فاز فريق سلة الأهلي على نظيره الجزيرة بنتيجة 68 مقابل 77 في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني في دوري سوبر السلة، ليصل رصيده إلى 23 نقطة. نروح مع حضراتكم إلى خبر آخر والكرة الطائرة ودوري الطائرة. فوز الأهلي والزمالك في ثاني جولات الدور الثاني في نهائيات دوري الكرة الطائرة. فاز فريق الأهلي على نظيره سبورتينج بنتيجة 3-0 في إطار ثاني جولات الدور الثاني في نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الطيران بنتيجة 3-1، سموحة على القناة بنتيجة 3-1، طلائع الجيش على الاتحاد السكندري 3-0. ناخد حضراتكم إلى إنجاز جديد وخبر جديد جميل في الرياضة المصرية. محمد عبد الموجود يحرز فضية جران بري للجودو في مراكش. أحرز محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات بطولة جران بري التي تقام بمراكش وتستمر حتى 11 من مارس الجاري. جاء تحقيق محمد للميدالية الفضية بعد الخسارة أمام لاعب أوزبكستان في نهائي المنافسات. يذكر أن مصر فازت بتنظيم البطولة العربية للناشئين والشباب المقرر إقامتها في هذا العام في شرم الشيخ. بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا وللكرة الطائرة في هذا التوقيت. من الكرة الطائرة للريشة الطائرة، والريشة الطائرة بتشارك في بطولة إفريقيا في نيجيريا أبريل المقبل. وافق مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للكبار
المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 بطوكيو 2020. ناخد حضراتكم مشاهدينا للأخبار العالمية اللي معانا النهاردة. فينوس ويليامز تتغلب على بيترا كيفيتوفا في بطولة BNB المفتوحة للتنس. تفاصيل هذا الخبر. تغلبت اللاعبة الأمريكية فينوس ويليامز على المصنفة الثالثة لسه مع حضراتكم في نفس البطولة، ولكن في هذا الخبر للرجال. مونفيس يتأهل للدور الثالث في بطولة BN المفتوحة للتنس. انتصر المصنف 18 الفرنسي جيل مونفيس على دي كانت أهم الأخبار اللي معانا النهاردة، لكن لسه رياضة أونلاين مستمر مع حضراتكم وفقرة الخاصة بالمقعد الفني ورياضة الكروكيه. لكن اسمحوا لنا نتابع مع حضراتكم هذا البروفايل مع نجمة مصر الذهبية فريدة عثمان، سباحتنا الجميلة المتألقة دائما، ونرجع نستقبل ضيوفنا الكرام. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لحضراتكم من جديد ولقاءاتنا الحواريه، وزي ما نوهنا في بدايه هذه الحلقه النهارده هيكون لنا حوار خاص عن رياضه الكروكيه، خاصه بعد الانجاز الكبير الذي تحقق وفوز سهى مصطفى ببطوله العالم في هذه الرياضه. النهارده بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا رئيس الاتحاد المصري والدولي للكروكيه الاستاذ امير رمسيس نجيب. اهلا بحضرتك معانا، شرفنا ومنورنا. النهارده ناخد الشق الرياضي ولا الفني؟ نتناول مين؟ اهلا بحضرتك معانا، اكيد مشرفنا. وايضا معانا بطلتنا وبطله العالم وبطله مصر كابتن سهى مصطفى. اهلا بيك يا سهى، مشرفانا ومنورانا، ويعني اضفت لنا النهارده بهجه بجد على الاستوديو بعد الانجاز الكبير اللي حققتيه بطوله العالم. بطوله العالم دي حاجه كبيره قوي، يعني احنا لما يعني ناخد بطوله الجمهوريه بنبقى فخورين بنفسنا اللي احنا استطعنا اللي احنا نحقق حاجه. انت مش بطوله محليه او بطوله عربيه او افريقيه، لا ده انت بطوله العالم، ده يعني حاجه كبيره جدا. كلميني بقى عن مشوارك الاول لحد ما توصلي لتحقيق هذا الانجاز. انا ابتديت كروكيه وانا عندي 13 سنه. اول بطوله لعبتها كان عمري 14 سنه، كانت بطوله تحت 16 سنه. كان كابتن خالد يونس اللي هو المدير الفني للمنتخب دلوقتي كان بيمرنا. دي اول بطوله لعبتها. اول بطوله دخلت فيها وصلت فيها فاينل. كنت بلعب في نادي الشمس. طلعت فيها مركز تاني. بعد كده لعبت بطوله الجمهوريه، اخدتها تحت 16 سنه. كان اللي بيفوز ببطوله الجمهوريه بيلعب كاس العالم في 2005. تمام. الناس اللي يعني كلهم كانوا ناس كبار، كنت انا اصغر لعيبه يعني في البطوله، كان عمري 15 سنه. طبعا يعني ما قدرتش احقق فيها حاجه، بس كفايه ان انا شاركت في البطوله. لعبت لحد ما اقدر يعني ان انا اعمل انجاز. ابتديت بقى مشواري ان انا ابتديت اتمرن، ابتديت العب، ابتديت اخش في دوري وكاس انديه وكاس اتحاد. لعبت بطولات جمهوريه كتير، لعبت تصنيف، وبقى لي فتره الحمد لله رقم 1 في التصنيف في مصر. شاركت في كاس عالم في 2011 في نيوزيلاند برضو. الحظ برضو ما حالفنيش فيها. شاركت في 2015 وكانت احنا البطوله بتتعمل كل 4 سنين. البطوله السنه دي اتعملت في 2019 في شهر فبراير. لعبنا من يوم 2 فبراير لحد يوم 9. ابتديت طبعا البطوله بالبلوك. البلوك ده بيبقى فيه 8 ماتشات. ال8 ماتشات الحمد لله كسبتهم. كسبت كل الماتشات 2 جيم. احنا عندنا الماتش بتاعنا يبقى 2 جيم او 3 جيم على حسب السكور. لعبت دور ال 32 مع واحده من اسكتلند. بعد ماتش اسكتلند لعبت منى حجازي من مصر، لعيبه في نادي الزمالك. خلصت ال 16 كسبت. لعبت عبير مصطفى، دي بطله برضو في مصر، من مصنفه رقم 3 في مصر. لعبتها بيست اوف 5، كانوا 5 جيم. كسبت الجيم الخامس. لعبت في السيمي فاينال بطله العالم جاني كليرك، ديت بطله من 2005. كل سنه يعني كل سنه في بطوله بتلعبها يا بتوصل سيمي فاينال يا فاينل. ما شاء الله. فبلعب على ارضها، واللعب كان حاجه يعني طبعا. حاجه كبيره يعني. كسبت خامس جيم على اخر ارسو، اللي هو احنا عندنا اللعبه الحديد اللي في الملعب اسمه ارسو. ده كسبت 7-6 اخر جيم. بعد كده لعبت في الفاينل منال خضير. ده مشوار. ده مشوار جامد. الموضوع طبعا ما كانش سهل. منال خضير مصريه. منال ده كان خضير الفاينل. كان الفاينل. هايل.
لعبت 4 جيم. كسبت الجيم الاولاني، هي كسبتني الثاني وانا كسبت الثالث والرابع. بس طبعا البطوله كان صعبه جدا لان اجواء البطوله الجو هناك حر جدا. بعد كده برد جدا. الدنيا هناك كانت الجو متقلب. طبعا صعب جدا. مش حاجه سهله يعني ان احنا بنلعب في جو غير جونا، بنلعب غير على ارضنا. بنلعب على ارسوهات مختلفه تماما. صحيح. الكور مختلفه تماما. فيعني الحمد لله احنا ربنا وفقنا يعني. كنا احنا اول واخدين 6 مراكز في البطوله من اول 8. اكيد. هرجع لك بقى لسر التميز ده، بس اسمحي لي اروح لاستاذ امير. استاذ امير، يعني اذا كان في دور على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، لكن الاتحاد بالتاكيد بيكون له دور اكبر لتوفير البيئه الصحيه لممارسي اي رياضه علشان يقدروا يتفوقوا. عايزين نعرف برضو الاتحاد المصري للكروكيه ايه اللي قدر يعمله لابطالنا في هذه الفتره، ورئاسه حضرتك للاتحاد الدولي اكيد برضو لها ميزات وده بيكون له تاثير ايجابي علينا وعلى رياضه الكروكيه في مصر. تمام. انا عايز ارجع بس لبدايات سهى. اتفضل. احنا لما ابتدينا نبص للناشئين، لان دي كانت حاجه مهمه جدا. احنا جبنا 50 ناشئ، الكلام ده كان سنه 2000 وقبل 2004 2003 وكانت سهى دي لسه قد كده يعني ما كانتش باينه. نعم. وابتدينا نبص للناشئين من فتره طويله يعني اكتر من 15 سنه دلوقتي. ولما جت فرصه ان احنا نشارك الناشئين في بطولات العالم الكبيره، ودي كان اول مره. ما كنتش انا رئيس اتحاد، انا كنت عضو في المكتب التنفيذي. نعم. وكنت رئيس اتحاد، فطلبت من رئيس الاتحاد في ذلك الوقت ان احنا نشارك بناشئه تشارك مع الكبار. ووقع الاختيار على سهى، وكان في حضرتك اللي اخترت سهى؟ يعني احنا عملنا تصفيات وسهى كانت في ذلك الوقت مميزه. تمام. وكان عندنا برضه ناشئ ده مع الاسف بطل يلعب وشارك معانا في نيوزيلندا تحت برضه 16 سنه. تمام. فكانت البدايات ان احنا دايما نبص لقدام، يعني احنا بنبص النهارده حتى للناشئين ان هم دول هيبقوا ابطال الغد. عندنا برضه من ضمن المجموعه دي هامي عريان، وده لعب برضه فاينل في استراليا. هامي عريان ده برضه وصل للفاينل في بطوله العالم. نعم. وده كان برضه من ضمن الناشئين تحت 50 سنه. تمام. احنا الحقيقه اللي بيميزنا هنا في مصر ان احنا عندنا دوري قوي جدا. يعني اقوى من يمكن من بطولات العالم. يعني عندنا حوالي 19 نادي بيشاركوا خميس وجمعه وسبت في بطولات 24 ساعه. 19 نادي في مختلف محافظات مصر ولا في محافظات معينه فقط هي اللي فيها رياضه الكريكت؟ سموحه وسبورتنج طبعا. وفي كفر الشيخ. وفي الحومديه. دول النوادي اللي هم بره القاهره بس، لكن الباقي كله في القاهره. كله في القاهره. مفيش في الصعيد؟ صعيد مصر ما فيهوش الكريكت، ما وصلتش لسه؟ لا لسه. طب هل يعني ايه السبب برضو؟ هل الملاعب مش متوفره هناك؟ الطقس؟ لا، ما الطقس ملوش دعوه، لان احنا بنلعب حتى في مصر هنا تحت الاضواء. طيب امال ايه المشكله؟ عايزين نوادي يكون عندها اماكن عشان نقدر ننشئ ملاعب كروكيه. ملعب كروكيه عشان تنشئه عايز 1000 متر مربع، وبيكلف حوالي ما بين 300 و 400 الف عشان تعملي ملعب واحد. يعني فالعمليه مكلفه شويه. فالنوادي اللي اوريدي موجوده دي نوادي بقى لها سنين بتلعب كروكيه، يعني الجزيره من سنه 2019 سبورتنج نفس الحكايه. فدي مكلفه جدا علشان تعملي ملاعب. انما الدوري والكاس وكاس الاتحاد والتصنيف دي مباريات قويه جدا. فاللعيبه بتحتك ببعض احتكاك قوي وبتطلع ابطال. يعني يمكن احنا عندنا حتى النظام اللي بيلعبوه بره بيلعبوا نظام الهانديكاب، يعني نشوف مين اضعف ونديله ضربات زياده. احنا ما بنلعبش نظام الهانديكاب خالص فعلا. ودي من الحاجات اللي هي بتساعد اللعيب ان هو لعيب لسه متميز او ناشئ لسه عايز يوصل لحاجه معينه، يبتدي يبذل مجهود علشان يطلع ويلاعب ابطال العالم. احنا في الاتحاد الدولي بنحاول ان احنا طبعا ان احنا ننشر اللعبه في دول تانية. احنا حاليا 35 دوله. اكثر الدول تميزا في الكريكت. والله عندنا في الكروكيه عندنا نيوزيلندا، عندنا طبعا انجلترا دي اساس، عندنا في استراليا، عندنا في امريكا، عندنا في اوروبا معظم اوروبا. فاحنا بنحاول ان ننشر بقى اللعبه شويه في اسيا، لان اسيا شويه فيها الكريكت، يمكن اسيا اكتر من الكروكيه. بيلعبوا كريكت اكتر. يعني زي الهند وباكستان والحتت دي. صحيح منتشر فيها الكريكت. وفي افريقيا مع الاسف ما فيش غير دوله واحده اللي هي جنوب افريقيا.
فقط اللي بتمارس الكروكيه. احنا وجنوب افريقيا، مصر وجنوب افريقيا. احنا بنحاول ان احنا يعني ندخل اللعبه دي مش سهله. ده انا كنت لسه هقول لحضرتك نستفيد من وجود حضرتك في الاتحاد الدولي وننشر اكتر ملاعب، لكن ده في دول ما فيهاش خالص، اعتقد هتكون هي لها الاولويه. خلي بالك اللعبه دخلت مع الاستعمار الانجليزي في بعض الدول زي السودان لما كانوا هناك، وزي العراق كان في بس استمراريه ما حصلش. ما حصلش ان استمرت اللعبه. تمام. لان طبعا محتاجه لعيبه ومحتاجه ناس تلعب. ده مش مهم انك انت تعمل ملعب، ما ممكن نعمل ملعب وبعد كده ما فيش. اكيد. فبنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا ننشر اللعبه في حتت تانية جديده يعني. أكيد. كابتن سهى، بالتأكيد هذا الإنجاز الذي تحقق زي ما قلنا لا يأتي من فراغ، مش بس يعني إنجازك في البطولة دي، لكن أنت زي ما عرفنا من أستاذ أمير أنت بادئة من زمان جدا وعندك هدف معين عايزة تحققيه. الفترة اللي قبل البطولة أنت كلمتينا عن البطولة نفسها والمنافسة القوية بين كل اللاعبات. خلينا نتكلم عن إعدادك لهذه البطولة، هل بتعتمدي على الإعداد المحلي؟ هل بيكون في معسكرات خارجية؟ أنت عاملة إيه في حياتك بوجه عام مع ممارسة الرياضة؟ أنا طبعا كنا كل يوم بنروح نتمرن قبل البطولة. كنا بتمرني فين؟ في نادي الجزيرة. الجزيرة عندنا ملاعب الاتحاد في الجزيرة. كابتن خالد كان بيمرنا قبل البطولة بشهر. تمام. طبعا بنتمرن على مهارات، بنتمرن على الثبات الانفعالي، على احنا الفتنس بتاعنا لازم يبقى عالي. هي اللعبه ديت مش بتحتاج فتنس على قد ما الواحد بيبقى محتاج ان هو عنده تركيز عالي، عنده ثبات انفعالي في اللعب. لازم مش محتاج ان هو يبقى عصبي جدا، لان لو في عصبيه مش هيعرف يلعب. طبعا كابتن خالد ابتدى يشتغل معانا على الحاجات دي كلنا، البعثه كلها يعني اللي كنا مسافرين، احنا كنا 6. كان معانا عبير مصطفى ومرام نبيل وشادن عكاشه، بولين، حنان رشاد، كل دول ابطال في مصر. طبعا كان معانا بنات. هي بطوله عالم سيدات. ابتدينا طبعا نتمرن. كابتن خالد كان بيمرنا تمرين معين، كل واحد طبعا بيشتغل على الحاجه اللي هو عنده فيها ضعف في اللعبه بتاعته. تمام. ابتدى يشتغل معانا على كل واحد على حاجه. انا اشتغل معايا على حاجات معينه مش تكنيكال، على قد ما اشتغل معايا على حاجات انا ناقصاني في عصبيا ونفسيا. انا بشتغل، فكان عندي كل يوم شغل. طبعا كان غصب عني ان انا ما بقدرش اجي التمرين كل يوم، بس كنت مثلا بحاول ان انا اوفق ما بين شغلي وما بين تمريني. تمام. ابتدى طبعا يشتغل معانا في حاجات كتير. شغل بيساعدك في التمرين، عارف اللي انت بطلة العالم. لا، هو انا من وانا صغيره وانا بحب الرياضه. ف يعني انا حتى من ايام ما كنت في المدرسه كنت اخلص مدرسه اروح النادي اتمرن، ايام الجامعه اخلص جامعه اروح اتمرن. في حد في الاسره بيمارس هذه الرياضه؟ بابايا يعني بيلعبها كده، بس اللي هو كهوايه. هوايه بس بالنسبه لي، مش احتراف. لا مش احتراف. فابتدينا يعني طبعا كابتن خالد ليه فضل كبير عليا جدا. النادي بتاعي برضو ليه فضل كبير عليا. انا بلعب في نادي مدينه نصر بقالي 13 سنه. يعني مشواري كان كبير قوي ان انا احاول ان انا اعمل انجاز زي ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. انا كان نفسي فيها، كنت متاخره شويه. يعني الانجاز ده كان متاخر شويه. بس خلاص طول ما الهدف قدامك وانت حاطاه قدامك مش مهم، بس هيحصل. بس هو كان متاخر يعني متاخر كتير. بس الحمد لله يعني ان انا حاولت ان انا اشتغل على نفسي في كذا حاجه. كان كام حاجه كانت ناقصاني قبل اللعب شويه، اشتغلت عليها والحمد لله ربنا كرمني. كلاعبه وبتخوضي هذه التجربه ووصلتي الى عالميه، واحنا معانا رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري، ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقصكم في نشر هذه الرياضه؟ وبحب اسمع منك انت ده اكتر، لان انت يعني زي ما بنقول في معانا في الموضوع ده اكتر، وحاسه بيه وحاسه باللعيبه. ايه اللي ناقصكم؟ وممكن تتكلمي باسم كل اللاعبات واللاعبين. واحنا بصراحه يعني انكل امير مش مخلينا محتاجين حاجه في اللعبه خالص، بس هي اللي ناقصنا بس ان اللعبه تبقى منتشره اكتر في مصر حتى على الاقل. ازاي؟ الاعلام يعني لازم الاعلام يبقى عامل حاجه اقوى من كده بكتير. يعني احنا مثلا ابطال اللعبه من زمان، يعني سيدات ورجال. في ناس كتيره اخدوا بطولات عالم هنا، بطولات جمهوريه، بطولات دوليه، محدش بيبقى سبوت عليه خالص. هي دي حاجه انا ناقصانا بس. لكن بصراحه انكل اعلامي ما فيش في الاتحاد، ما فيش في الاتحاد اداره للاعلام مسؤوله عن التواصل ونشر. مش كده. هي طبعا دي من الالعاب اللي هي ما هياش الالعاب الشهيده في مش معروفه قوي لسه. علياء بتقول لي كابتن هاله يونس عندكم مدير العلاقات العامه عندكم في نادي الجزيره، في نادي الجزيره. وهي الحقيقه عامله مجهود عشان تنشر اللعبه في النادي. فمش تعتيم، لان احنا لا
احنا معروفين يعني وبنتلاقي في كل النوادي، بس محتاجين يكون في سبوت اكتر. طبعا. انا عايز بس اضيف حاجه، يمكن سهى تحدد نفسها في البطوله دي لسبب ان هي جت على الطياره. الرحله من دبي لحد اوكلاند دي 17 ساعه طيران مباشر، وجت كان عندها دور انفلونزا حاد جدا، وانا قلت دي خلاص دي مش قادره تلعب، مش قادره تتحرك اصلا، يعني عماله تعيط جوه الطياره. هي ولاعيبه تانية برضو عندنا حصل لها برضو شد في ظهرها من اللي اسمه ايه، لكن هي تحدد نفسها وانا اديتها شويه انتبيوتيك بالصدفه. تاني يوم قالت لي لا يمكن، انا الحمد لله ما تقلقش، انا كويسه وان شاء الله هلعب. مشوار اصل نيوزيلاند بصراحه كنت تعبانه جدا، كانت وداني مسدوده وزوري مقفول وحراره حوالي 22 ساعه طيران. كتير. واحنا مع الاسف ما بنقدرش وخدتوها وان شوت على طول مره واحده ولا ترانزيت ولا؟ لا ما فيش ترانزيت. لا وان شوت. مع الاسف ان احنا ميزانيتنا اللي بناخدها من الوزاره للدعم قليل، فاحنا بنسافر وبنلعب البطوله تاني يوم على طول مباشره. ما فيش مجال انك انت تقعد يومين مثلا زي لعيبه الكوره بقى معسكر 7 ايام ويروحوا يتفسحوا الكلام ده ما عندناش. احنا بنركب الطياره تاني يوم بنبقى عندنا مباريات رسميه. لان الميزانيه محدوده جدا، واتمنى ان طبعا الموضوع ده يتشاف بنظره ثانيه مختلفه. مفيش اي رعاه سبونسرز للاتحاد؟ في بس ده قليل جدا. ومش سهل انك انت تلاقيه في الكروكي، سهل انك تلاقيه في الكوره، سهل انك تلاقيه في الباسكت، سهل لان في نقل تلفزيوني برضه ده بيساعد كتير. صحيح. على الاسم. فاحنا بنتمنى ان احنا يعني لما بنقدم ميزانيه ما نقعدش ان لا هنا 5 جنيه، لا بلاش دي لان تبقى ليها تاثير على اللعيبه نفسيهم في ان احنا ما بنقدرش نوفر لهم كل الامكانيات المتاحه اللي احنا عايزين نوفرها لهم. صحيح. ولكم هدف معين، وعشان الهدف ده يتحقق لازم يكون في مجموعه من العوامل متوفره. يعني عايز اقول لك ان احنا في الاتحاد المصري للكروكيه اخذنا 16 بطوله عالم. ما شاء الله. يعني مش حد يعرف الكلام ده. يعني عندنا غير سوى عندنا ابطال كتيره ستات ورجاله وشباب. ويعني سوى لحد النهارده احنا راجعين اهو من شهر فبراير لحد النهارده ما حدش جه قال لها طب تعالي الوزاره، الوزير مثلا يقابلها. مفيش تكريم، مفيش اي حاجه لغايه دلوقتي. ادينا يعني ده يمكن اول مره نيجي ونقول الكلام ده، بس الكلام ده لازم يتقال. بس يعني اسمح لي طبعا كل التقدير ده وكل طبعا ده انجاز كبير. يعني انها تحقق بطوله عالم دي حاجه كبيره. وبعدين هي الرياضه برضو من الرياضات يعني مش سهله، لازم لها زي ما قلنا لها مواصفات معينه. هنعرف اكتر من المدير الفني لما يكون معانا بعد قليل مواصفات هذه الرياضه. لكن زي ما قلت برضو وعد لحضرتك لازم اداره الاعلام عند حضراتكم يكون لها دور اكتر فعال، تواصل اكتر مع وسائل الاعلام عشان تقدر تبرز. احنا معانا قيم كبيره جدا من اللاعبين تقدر تبرزهم سواء في وسائل الاعلام المقروءه او المسموعه والمرئيه او حتى يعني عن طريق السوشيال ميديا. مثلا في احد الجرايد الموجوده الناقد الرياضي ياسر ايوب كاتب مقاله طويله عريضه عن سهى النهارده. طب يا ريت لو كان معانا في المصري اليوم دكتور ياسر. يا ريت يا علياء لو نقدر نجيبها من المصري اليوم مقاله دكتور ياسر ايوب. جميله جدا طبعا، احنا بنشكره على التقدير ده. وسهى يعني نفسها يعني مستغربه ان الكلام ده مكتوب عليها يعني. لا هي تستحق يعني. انا في البدايه يعني انا قلت لما احنا نوصل نحقق يعني محلي ماشي عربي ماشي لكن عالمي لا ده انجاز كبير يعني جدا. لابد ان احنا نحيي سهى على هذا الانجاز. وزي ما قلنا ما جاش من فراغ زي ما حضرتك عرفنا. ومن سهى يعني بقى لها يعني ما شاء الله سنين كتير، عمر كتير تستحق هذا التكريم. اكيد. سهى ايه الكؤوس اللي قدامنا دي وايه التقدير اللي عندكم ده؟ ايه ده الكاس بتاع البطوله. احنا البطوله بنلعبها كل 4 سنين. تمام. ده كاس البطوله الكاس ده بيتلعب عليه كل 4 سنين، فيها عليه ابطال العالم هتلاقي في بعض المصريين. وده الميداليه بتاعتي ودوت كاس ده هي بتحتفظ بيه، انما الكاس بيرجع تاني بعد 4 سنين. ده الكاس ده بيرجع يرجع لهم تاني. هي عهده عليها دلوقتي. هي ده عهده معانا. ولكن اللي هناك ده بتاعتك انت. ده تقدير بقى خلاص انت بتحتفظي بيه اللي انت بطله العالم. اكيد. القادم عندك يا سهى ايه الفتره القادمه ليكي؟ ايه طموحاتك اللي انت تحققيها؟ البعض لما بيصل الى العالميه بيكون خلاص ده يعني اقوى طموح حققته وخلاص وبيكتفي، وفي ناس ثانيه لا طموحها لا كتير. انا طبعا يعني محتاجه احافظ على المستوى اللي انا فيه دلوقتي، محتاجه احافظ على البطولات بتاعتي. اكيد نفسي العب بطولات اكتر من كده وبطولات عالم كمان نفسي اشارك فيها. حتى البطولات الاوبن بيبقى فيه بطولات يعني حاجات عندنا بتبقى اوبن
فيها رجاله وستات بيلعبوا ان شاء الله، يعني هحاول ان انا اشارك فيها. هايل. بنلعب دلوقتي احنا في الدوري، عندنا ماتشات بنلعب كل خميس وجمعه. بلعب بطوله الجمهوريه دبل ليدي، عندي النهارده سيمي فاينل. هايل. النهارده يعني هنتابعك عشان قولي لنا بقى الاخبار. لازم يكون نتابع الاخبار دي كلها مع حضرتك، يكون في تواصل يعني. ده يعني اقل حاجه ممكن نعملها. بلعب انا وبطله العالم ايمان الفرنساوي، وايمان برضو عملت يعني ايمان بصراحه من اكتر اللاعبات السيدات اللي عامله انجاز في مصر والعالم. ايمان لعبت اخذت كاس عالم، واخذت لعبت 2 فاينل، ووصلت البطوله ديت كمان سيمي فاينل. فانا بلعب انا وهي في البطوله دبل ليدي. هنلاعب النهارده برضو منال خضير اللي انا لعبتها في الفاينل، هي ومهيتاب بنتها، ده سيمي فاينل، وان شاء الله لو ربنا كرمنا نلعب يوم الاحد. هل هي استاذه امير رياضه اسريه؟ يعني تلاقي الاسره بتلعب زي البولينج، في بعض الرياضات كده بنحس ان هي اسريه. في جزء كبير منهم عائلات، حتى عندنا احنا كاس اسمه كاس الاسره دايما بنعمله كل سنه، وفي بيشارك حوالي بتاع 30 35 دبل. فلا هي رياضه جميله يعني، وفي الهواء وناس كتيره بتلعب فيها يعني. تمام. احنا معانا جاهز دي مقاله دكتور ياسر ايوب من المصري اليوم النهارده عن سهى بطلتنا العالمية اللي حققت بطولة العالم بعد غياب 12 سنة في نيوزيلاند. طبعا انجاز زي ما قلنا لحضراتكم بكل المقاييس، وبيشيد بسهى وان سهى جعلت مصر سيدة العالم وبطلة مصرية ترفع علم مصر في نيوزيلاند انها بطلة العالم. اعتقد يعني انا مش عارفة بجد والله اعبر عن هذا الانجاز الكبير، لان احنا بنكون سعداء، احنا بنسعى لميدالية في اي بطولة نشارك فيها، فما ادراكم ان احنا ابطال العالم. بالتاكيد سهى بطلة كبيرة، نجمة كبيرة، ولكنها تستحق الرعاية في الفترة القادمة اكتر. اذا كان لها رعاية قبل كده في حاجات كتير، لكن انها تصل لهذه المرحلة ده بيخلي في تركيز اكتر من قبل رئيس الاتحاد سواء المصري او الدولي، او حتى من قبل وزارة الشباب والرياضة. ايه طلبات حضرتك النهارده بعد الانجاز ده بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة؟ احنا عارفين ان انتوا يعني وزارة الشباب عليها برضو دور كبير في الرياضات كتير، لكن اكيد بعد الانجاز ده لا برضو يعني ليه لا ان احنا نعيد النظر في الرياضات المتفوقة. والله احنا بنتمنى، لان احنا عندنا بطولتين جايين قريبين في شهر يوليو. عندنا بطولة العالم تحت 21 سنة في انجلترا، نعم، وعندنا بطولة العالم المفتوحة برضو في انجلترا بعديها على طول، وعندنا بطولة الفرق في يناير القادم برضو في نيوزيلندا. فاحنا بنتمنى بس ان احنا لما نقدم الميزانية بتاعتنا نعم ناخدها بالكامل. بس يعني مش طالبين اكتر من الميزانيه الرسميه. بالظبط كده. لان احنا بنقدم كل المستندات اللي بتدل على ان احنا الميزانيه اللي مقدمينها دي. وعايز اقول حاجه يعني احنا طيب ده انتم متواضعين اهو. لا احنا يعني مش احنا في الثلاث شهور الاخرانيه عاملين انجاز. احنا اخذنا اول بطوله عالم سيدات فوق ال 50 سنه، بطوله عالم بتاخدها واحده ست من نادي سبورتنج، البطله حنان رشاد. بتمنى لها الشفاء النهارده انها بتعمل عمليه. وبعدين من شهر ونص تقريبا اخذنا فوزنا بمنصب الامين الصندوق للاتحاد الدولي برضو مصري معايا، وده الاول مره في التاريخ ان يبقى امين صندوق واحد مصري، زي برضو الاول مره في تاريخ اللعبه ان يبقى واحد مصري رئيس الاتحاد. طبعا. احنا بس بنتمنى ان احنا يعني غير التكريم بقى ان يعني يحصل لسهى اكيد، لا وبقيه الفريق تستحق، لان الحقيقه الفريق ما حدش فيهم قصر، حتى اللي طلع مركز شويه متاخر، لان الحقيقه قدموا سلسله من المباريات القويه جدا. واحنا لما بنروح صحيح هي بطوله فرديه، لكن الفرقه بتلعب بروح الجماعه. صحيح. الحقيقه يعني ما حدش فيهم قصر، وناس اتوفقت وناس ما توفقش، لكن في الاخر سهى الحمد لله يعني رفعت راسنا كلنا. اكيد. وانا برضه بالمناسبه دي عايز اشكر طبعا سفارتنا في نيوزيلندا، السفير طارق الوسيمي. ما الحقيقه ما سيبناش، هو والاعضاء السفاره كانوا باستمرار، بالرغم انهم ما كانوش معانا في نفس المكان، نعم. لكن المكالمات التليفونيه والتشجيع
ما انقطعش. احنا لسه كمان مستمرين مع حضرتك في الحوار، لكن كابتن خالد هينضم الينا بعد قليل. بشكر بطلتنا بطلة العالم اللي شرفتنا ونورتنا النهارده، واضفت الينا كتير ايجابيات كتير النهارده بالميداليه الذهبيه. ننتظر منك الاكثر باذن الله في الفتره القادمه يا كابتن سهى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ميرسي جدا لذوقك. شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل ونتواصل مع حضراتكم مع المدير الفني لمنتخب مصر بعد قليل كابتن خالد يونس هيشرفنا نعرف كل التفاصيل الفنيه الخاصه برياضه الكروكي من خلال هذا اللقاء.